السيسي يؤمن الخليج قبل تجدد حرب إيران، وبن زايد يبلغ ترامب: هذه المرة لن يكون لك دور معنا، الكلمة العليا لمصر فقط. توقعات داخل أجهزة استخبارات في المنطقة تشير إلى أن المواجهة القادمة بين واشنطن وطهران ستكون أكثر حدة وأسرع إيقاعا، وأن الضربات القادمة لن تقتصر على نقاط محددة، بل ستمتد إلى عمق الخليج بشكل مباشر. طهران لن تكرر نفس الأسلوب، ولن تكتفي بضرب منشآت الطاقة. الهدف هذه المرة مختلف: إحداث خسائر بشرية وصناعة ضغط دولي يجبر الجميع على وقف الحرب. مصر تتحرك مبكرا بخطوات محسوبة لمنع تكرار سيناريو الأشهر الماضية: تنسيق أمني وخطط حماية للبنية الحيوية وتوزيع جديد لمراكز الإمداد ورسائل مباشرة إلى جميع الأطراف. الخليج لن يترك مكشوفا مرة أخرى. بن زايد أعطى تعليمات واضحة: لا دور لواشنطن داخل أبو ظبي في المرحلة القادمة، أي تحرك سيكون عبر القاهرة. وقالها مباشرة لقادة جيشه: نثق فقط في حكمة مصر، وأي مقترح مصري يتم تنفيذه دون تأخير. وفي الكواليس تتحرك قنوات اتصال بعيدا عن الأضواء لرسم خطوط تهدئة مؤقتة، لكن في الوقت نفسه يتم تجهيز سيناريوهات مواجهة كاملة تحسبا لأي تصعيد مفاجئ أو ضربة غير محسوبة قد تعيد المنطقة إلى نقطة الصفر. الرسالة أصبحت واضحة: من يقرر هذه المرة ليس من أشعل المواجهة، بل من يسعى لإيقافها. ومع اقتراب لحظة الانفجار تتحرك مصر لتثبيت معادلة جديدة: حماية الخليج أولا، ثم فرض مسار يمنع اتساع النار، لأن المرحلة القادمة لن تشبه ما قبلها. ما يجري خلف الستار أخطر بكثير. إيران تسعى لمباغتة الخليج بضربة سريعة تقلب الحسابات وتفرض واقعا جديدا على الجميع. في المقابل هناك من يتحرك في اتجاه مختلف: دول تريد الاستقرار وتدرك أن استمرار الحرب سيأكل الجميع، وفي مقدمتهم مصر تعمل على إجهاض سيناريو المواجهة الطويلة وتحاول إغلاق هذا الباب قبل أن يفتح بالكامل. أما الخليج فيبحث عن درع يحميه وتنسيق يضمن بقاءه خارج دائرة الاستهداف. لكن الواقع ليس مثاليا. هناك خلافات قائمة بين أبو ظبي والرياض تعطل الوصول إلى صيغة موحدة، ورغم ذلك التحركات بدأت، والوساطة المصرية الأردنية دخلت على الخط في محاولة لتقريب المسافات وإعادة ترتيب الصفوف قبل أن تفرض الحرب نفسها وتجبر الجميع على قرارات لم يكونوا مستعدين لها.